السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده هنشرح جزء اللي هو التيبل في الاكسل، يعني هنشرح كل مجموعة التيبل وكل حاجة عن التيبل في الاكسل. اول حاجة عشان اضيف تيبل بعمل ايه؟ بقوم ضغط على انسيرت واقوم رايح على تيبل. هو بيقولك انت عايز تضيفها كام جزء، يعني عايز كام، تحدد المنطقة اللي انت تحط فيها التيبل بتاعك. فانا اقوم ساحب مثلا كده، انا عايز تيبل بالشكل ده مثلا، هو عامل اوكي. فهو محددلك عندك كولوم 1 كولوم 2 كولوم 3 كولوم 4 متقسمين بالشكل ده. طبعا انت عايز تغير في شكل التيبل بتاعك، بتحدد من هنا في التيبل ديزاين دي عندك ايه، تقعد تختار بقى من هنا الاشكال اللي انت عايزها. في طبعا لو انت نزلت هنا تختار، هيجيلك اشكال كتير تختار منها، تعملها كده. عايز تقسمها كلها خالص، عايز تعملها كده براحتك يعني، بس انت اخترت الشكل ده. عايز تغير بقى اسم كولوم 1 ده، تقوم ضغط على ضغطتين وتقوم ايه كاتب اللي انت عايزه، او تقف عليه وتكتب هتلاقيه بيتغير عندك. ممكن مثلا نسميه اي اسم مثلا، وننزل نعمل هنا ترتيب 1 2، او نقوم محددينهم كده، نقوم ساحبين لتحت، خلاص هيكمل لك هو الترتيب. ممكن مثلا هنا نكتب هنا مثلا ديجري او نيم، نكتب هنا نسمي بقى الاسامي بتاعتنا اللي احنا عايزين نسميها. طبعا انت عايز تظبط الشكل بتاعته، تقوم عامل محدده كله وتقوم رايح على هوم، تخلي الاسامي تبقى مكتوبة في النص كده، يعني تروع الشغل. طبعا في التيبل ديزاين بقى انت عندك كذا حاجة في الشكل بتاعه، بتقدر تحدد. عايز تعمل مثلا توتال رو، يحسب لك التوتال بتاعها، تقوم ضغط على كلمة توتال. هيدرو لو انت عايز تمسحها تخفيها كده، ضغطت على هيدرو فانت كده خفيتها رجعتها تاني. بند بيست كولوم مثلا، ده لاست كولوم برضو، بند كولوم. انت شايف دي فلتر، انت مثلا الفلتر دي موجودة، احنا عارفين الفلتر طبعا، كنا شرحناه في فيديو لوحده. لما بضغط على الفلتر البوتوم دي، شايف لو مثلا هنا في خانة ممكن يقفل طالما مثلا لو انا عملت كده، يقول لك لو حددت حاجة واحدة سيلكت اول ده كله هيظهر، لو حددت حاجة واحدة الحاجة الوحيدة اللي انا محددها هي اللي هتظهر، لو حددت 3 مثلا هيظهروا مع بعض، الحاجة اللي انت تحددها هي تظهر لك. طيب دلوقتي انا اول ما بضغط على اي خلية في التيبل ده، بيقوم على طول راح مع التيبل ديزاين، هيجيلك هنا مكتوب تيبل نيم، اسم التيبل ده ايه؟ تيبل 4. تمام، ده التيبل بتاعي اللي انا عامله مسميه تيبل 4. انا ممكن اغيره بس انا عايز اسيبه، مثلا لو ضغطت عليه وغيرت هتغيره عادي وهيتغير على طول، بس احنا مثلا نسيبه تيبل 4. تمام، مثلا رحت على جدول زي ده لقيته ايه؟ ملوش تيبل ديزاين. ليه؟ لان هو اصلا مش تيبل، احنا اللي عاملينه كده بس ماهوش تيبل. فعشان احوله تيبل نضغط عليه، هو عامل كنترول تي، هو محدد لك اهو الحدود بتاعته، وانت عملت اوكي خلاص اتحول بقى، اتحول معاك ايه؟ لتيبل. تمام، انت عملت ريموف هتقوم عامل ايه؟ ريموف للحاجات دي، بس احنا هنسيبها زي ما هي. تمام، دلوقتي انت عملت ايه؟ تيبل تاني بقى تيبل 5 وعندك تيبل 4. طب انا رحت على شيت، تمام، قمت رايح على العلامه دي، قمت عامل تيبل 4، هتلاقيه وداك عند تيبل 4 على طول، مع انك انت كنت في شيت مثلا 6 او 5 او اي شيت تاني، رجعك لشيت 9. ليه؟ عشان انت اخترت تيبل 4، فخلاص رجعك ايه؟ للتيبل بتاعك اللي انت كنت عامله من الاول. يعني الجدول اللي انا شغال عليه ده انا عايز اكبر الابعاد بتاعته، مثلا السايز بتاعه مش عايزه، انا عايزه حاجه تانية. فانا اول حاجه بقوم رايح مثلا ضغط على الجدول ده وعامل كونفيرت تو رينج. تمام، تو اعمل ايه؟ هو خلاص بقى اتحول كده، اتحول ما عادش ايه؟ ما عادش تيبل. فانا قمت عامل عليه كنترول تي، اتحدى اهو. قمت انا بقى ايه؟ لا انا مش عايز تيبل، انا اخليه بس المنطقه دي مثلا، قمت ضغط اوكي. شفت عندك ايه؟ عامل لك هنا علامه اللي ده بس الجدول عندك، ولكن ده مش تبع التيبل بتاعك، خلاص مفيش تيبل ديزاين، لكن فوق معاك عادي. طب انا قمت عامل ري سايز تيبل، دي طريقه تانية، عملت ري سايز تيبل، جالك برضه اهو قال لك انت شوف انت عايز تحدد، قمت محدد الخانتين اللي تحت دول معايا، قمت عامل اوكي خلاص، ده ضافلك دول معاك، ده بقى تيبل اهو، كل ده بقى التيبل حتى الجديد اللي انت ضفته. يعني انت عندك طريقتين، تعمل convert to range وبعدين تقوم عامله تيبل، او تعمل resize تيبل من اول مره وتحوله ايه؟ على طول. فطبعا انت لو انت عايز تضيف حاجه تعمله سايز افضل، لو انت عايز ترجعه مش تيبل تخليه حاجه عاديه، يعني تطلعه من خانه التيبل، تقوم عامل ايه؟ convert to range، لازم تخليه رينج. دي طريقتين عندك لازم تبقى عارفهم، ايه هيساعدوك برضو، دي ليها حاجه ودي ليها حاجه على حسب ما انت تحتاج. طب احنا لما كنا بنحتاج نعمل مثلا فلتر على جزء معين، او ندور على نبحث على حاجه معينه، فنقوم ضاغطين على الكلمه دي بتاعت ريجون دي، مثلا نعمل سيلكت على نشيل السيلكت اول دي كلها، هنسيب مثلا ايه؟ ايجيبت والبرازيل، نعمل اوكي، هيلاقي ايه؟ سيلك الجزء ده، عايز ترجعها تعمل تاني تقوم عامل كلير فلتر، هيبقى يرجع كله معاك. طيب دلوقتي لو انت عندك مثلا داتا كبيره والجزء ده مهم بتاع الريجون ده، تمام، وعندك دول كتير وعايز تعمل فلتر بتاعهم بشكل سهل، عشان مثلا انت اصلا مش على الفلتر ده بس، مش محتاج الباقي. نقوم رايحين على تيبل ديزاين واختار انسيرت دي، تضغط عليها، هيجي انت عايز تعمل انسيرت لانه واحده سلايس دي،
عايز تعمل انهي واحدة؟ انا عايز اعملها للريجن، تعمل اوكي، فجاب لك دي الفلتر ده. انا مثلا عايز البرازيل بس، جبت البرازيل بس. لو انت عايز ايجيبت بس، يجيب لك ايجيبت بس، موراكو بس. تمام، بلانك دي يعني فاضية. تمام، انت محدد دي مع دي، هيجيب لك الاتنين دول. انا بضغط كنترول وعشان مثلا اشيلها، وكنترول انا مش ضاغط على ايجيبت عشان احددهم مع بعض. لو ضغطت على البرازيل هيحدد البرازيل لوحدها، لو انا بضغط من غير كنترول. لكن ضغطت على كنترول وحددت حاجة كمان مع بعض، عملت على اكس دي كده فلتر، هيرجع لك كله مع بعض. طيب اخترت البرازيل وانا قمت رايح على ريجون دي، تعمل كلير فلتر، هيرجعها لك. فدي اختصار للفلتر. ليها بره هتقعد تختار مثلا دي مع دي كده، فاهم؟ ده اختصار للفلتر، يبقى جنبك اسهل واسرع بالنسبه لك وانت شايفه معاك وعايز ترجع كله مع بعض، تعمل كلير فلتر. طيب احنا بعد ما خلصنا بدي بنضغط عليها كده، تقوم عامل ديليت، تقوم خلاص شايلها من عندك. دلوقتي مثلا عايز حاجات، مثلا عندي الجدول ده مثلا متكرر في حاجات، تمام؟ فانت تلاقي عندك عالم متكرر مرتين، واحد متكرر مرتين، والصف ده برضه احنا ممكن نكرره تاني مثلا، لحد تلاقي اغلبها متكرر معاك. طب انا عايز اشيل المكرر من غير ما اقعد امسح وادور واعمل اشوف انا مسحت كام واحده وكده. فانت عندك التيبل ده، تروح على تيبل ديزاين، تعمل ريموف دبليكيت. فبيقول لك انت عايز تمسحها من نمبر بس ولا النيم بس ولا ريجن ولا كلهم فور، يعني انت عايز تمسح من كله ولا حاجه معينه؟ لا انا عايز امسح من كله. احنا عاملين سيلكت اول وكله متعلم عليه صح، ومتعمل اوكي. عاملين ايه؟ اوكي. طيب وما تمسحش ليه كله، عشان انت عندك الناحيه دي من 1 لحد 15 مش متكرره. لو انت جيت تعمل كنترول زد محصلش حاجه، هي بس الفكره في ال دي مش متكرره. فاحنا قمنا حددنا دي كده دلوقتي، او محددناش حاجه، ضغطنا على التيبل قمنا رايحين عاملين ريموف دبليكيت، بس هنمسح من النيم بس. شوف بقى مسح لك كل اللي متكرر، سيبك علي واحده، احمد واحده، عمر واحده، ومازن واحده، وفاس واحده. فخلاص اما مسح لك، هو بياخد بالصف، عندك صف واحد عندك 8 دبليكيت، فاهم؟ مسحهم ريموف 9، تعمل اوكي. نعمل كنترول زد عشان نرجع تاني. لو انت تشوف بقى ايه، ما هو لازم، لو همسح على الصف كله، تمام؟ بس انا عشان حددتهم كلهم فهنا ملقاش حاجه متكرره. فانا لو عملت مثلا انا قمت عامل ده كنترول سي، قمت رايح هنا قمت عامل كنترول في، تمام؟ قمت عامل ريموف دبليكيت، تعمل اوكي. قالك عندك 4 دبليكيت مسحوا، تعمل له اوكي. وصلت؟ لازم يبقى الصف كله متكرر، مش خلية واحدة اسال فيها، او خلية هنا اسيل واحدة يعني، او خلية واحدة. لا لازم يبقى الصف كله متكرر عشان اقدر امسحه كله، لا الا تمسح عمود واحد. يعني مثلا خلاص انا امسح الاسامي المتكررة، فاقوم اعمل ريموف واحدد النيم، هو ساعتها يمسح لك المتكرر فعلا من اي حاجة. خلاص عشان انت محدد انا عايز امسح كله متكرر في الصف، لكن انت تحدد كله لازم يبقى كله صف كامل متكرر مع بعضه. مثلا دلوقتي احنا عندنا حاجة شبه كده، فانت مثلا عندك ايجيبت متكرر كذا مرة، انت عايز تجمع الحاجات دي او عايز تجمع حاجة معينة، عايز تاخد جمع كل حاجة وتعمل ايه وتفصل بينهم. هنعمل ايه؟ طبعا الجدول ده تدخل على تيبل ديزاين، تختار convert to range، تقوم عامل ايه؟ حلو. بعد كده تقوم رايح على داتا، تقوم عامل، هتعمل sub total، تقوم ضغط عليها كده. فهو بيقولك انت عايز تعمل لانهي جدول. ممكن اعمله لكولوم اتش ايه، انا عامل مثلا اتش ريجون. حلو، اتش ريجون. عايز تعمل ايه؟ عايز اجمع، اعمل sum، واعمل ايه؟ كولوم 4، تعمل اوكي. جالك بقى هو ايه عندك هنا؟ ايجيبت التوتال بتاعها 1، موراكو التوتال بتاعها 2. هو فاهم؟ جه تحت كل واحدة كتب لك ايه الرقم بتاعها. طب انت هنا كان ايجيبت كانت 1، وبعد كده ايجيبت قررت تاني 3 و5، هو جالك 8، بس هو ملوش دعوة باللي فوق خالص. يعني هو فاهم، هو بيجيب لك كل حاجة ورا بعضها، بيقوم جامعها لك. لو ايجيبت مثلا قررت مرتين يقوم جامعها لك ويقول لك التوتال بتاعها كذا، التوتال بتاعها كذا. انا ضغطت على 2 دي، هو كاتب لك ايه التوتال بس بتاعهم، بتاع كل حاجة. ضغطت على 1 جراند توتال، على 3 كاتب لك الجدول كله. طب احنا عملنا كنترول زد، رجعنا تاني، عندك السب توتال تاني اهو. عايز دلوقتي تحوله مثلا ايه كاونت افريج ماكسيمم مينيمم، فاهم؟ تقعد تيجي كل الدوائر اللي انت ممكن تستخدمها انت المتاحة ليك تستخدمها. دلوقتي انا عايز استخدم السب توتال بس عايز اجمع ايجيبت كلها مع بعض، اعمل ايه؟ انا اول حاجة اقوم رايح على فلتر، تمام؟ اقوم ايه اختار ايجيبت بس، اختار ايجيبت بس، قمت عامل اوكي. هو جالك ايجيبت بس، قمت انا رايح هنا قمت عامل سب توتال، تمام؟ قمت عامل بالنسبة للريجون هعمل ايه؟ كولوم فول، هجمع كولوم فول، قمت عامل اوكي. اعمل لك برضو ايجيبت توتال كام؟ هنا 1، ايجيبت 3، ايجيبت 5، اعمل لك ايجيبت توتال 8، بعدين ايجيبت 7، 16، 13، ايجيبت 3،
عارف ايه 8 16 هنا بعمل لك ايه 41 الاجمالي بتاعها.